تحية المشاهدين الكرام. الطلبة ديال كلية الطب والأسنان والصيدلة هاد الأيامات تبعتوا جميعا أنهم كيحتجوا، ومن بين المطالب ديالهم هو أن الوزارة فرضت عليهم أنهم يقراو 6 سنوات، لأن كانوا قبل كيقراو 7 سنوات، وهذا من بين المطالب. وهذه هي النقطة الذي أفاضت الكأس. تبعونا باش تفهموا أن هذه المطالب واش هي في صالح المواطن أو العكس. ولكن سمعوا الخوت قبل ما نبدا وركزوا معايا مزيان، وما تنساوش اللي ما دايرش جيم يدير جيم، واللي ما دايرش ابوني يدير ابوني باش نبداو ان شاء الله. الطلبه دخلوا باش انهم يقراو 7 سنوات في كليه الطب، ومن بعد ان وزاره الصحه خرجت بقرار كتقول بلي انهم غيقراو غير 6 سنوات، وهذا اللي خلى الطلبه اليوم انهم رافضين انهم يقراو 6 سنوات، وكيعتبروا هذا الاجراء هذا الجديد هو ينقص وتيقلل من الدبلوم ديال الدكتوراه في الطب. وهذا اللي خلاهم انهم ما راضيينش على الوضعيه، وباقي لحد الان انهم كيحتجوا. طالب في كليه الطب عندنا في المغرب كيتقام بواحد الميزانيه، وملي كيتخرج تيولي طبيب تيولي كيفكر انه يخرج برا، لأن المنظومة الصحية عندنا في المغرب في المستشفيات يعني فيها الفوضى، يعني وغالبا تتلقى القانون غائب، وكتلقى يعني واحد الفوضى اللي هي كبيرة. إذن ما كاينش الأجواء ديال الخدمة ولا الأجواء ديال الاشتغال باش هاد الأطباء يلقاو يعني آليات ويلقاو ظروف اللي هي مزيانة وصحية باش يمكن أنهم يخدموا وهما مرتاحين. وهذا علاش كيفكروا غالبا أنهم يخرجوا خارج المغرب، لأنهم تيلقاو يعني منظومه صحيه مزيانه في اوروبا ولا في كندا، وكيلقاو يعني النظام وكيلقاو يعني الوضعيه ديال الاشتغال مريحه، وهذا غالبا نفسي اللي تيخليهم انهم يهاجروا المغرب. اغلب الدول في العالم الطلبه ديالها كيقراو 7 سنوات، الا بعض الدول اللي هي استثناء كيقراو الطلبه ديالها 6 سنوات. والمغرب اليوم ولا مطالب انه باش يحقق اكتفاء ذاتي يحقق على الاقل المعايير اللي هي كتعتبر لكل 1000 مواطن طبيب. وهذا اللي خلى المغرب ربما انه ياخذ هذا الاجراء هذا باش انه يحقق اكتفاء الذاتي، وان الاطباء انهم يبقاو في المغرب ما يخرجوش برا. وهنا اللي يمكن لي نقول ان هذه المهنه ديال الطب فيها واحد المدخول المادي اللي هو مزيان ومريح. كتلقى ان الطبيب كيخدم في العمومي وكيخدم كذلك في الخاص، فهذا اللي تيخول ليه يكون يعني مرتاح ماديا. لكن كاينه امور اخرى اللي تيخصها تقاد، وتيخص ان الوزاره الوصيه على القطاع انها تاخذ اجراءات وتدابير جديده داخل المستشفيات وداخل المصحات ديالنا باش هاد الاطباء يخدموا في واحد الاجواء اللي هي مزيانه وما تكونش الفوضى، ويكون النظام باش يمكن انه هاد الطبيب يخدم مرتاح، وفي نفس الوقت ان المواطن انه يمشي لواحد المنظومه او يمشي لواحد المستشفى ويلقى يعني راحته، لان المريض دائما تيخصو الاولويه باش يمكن انه يصح وباش ممكن انه يتجاوز ديك المحنه اللي كاين فيها.